عودة إلى الوطن وإلى عاصمة الونشاريس تيسمسيلت، حيث تأخذون حنان بورايو في هذه الجولة السياحية لنستكشف وإياها سحر الجزائر. هكذا هي المناظر الطبيعية بتيسمسيلت، لوحات خلابة ومواقع جذب سياحي للمنطقة ذات الطابع الجبلي والريفي. هي هذه منتجات محلية تاعنا، رزقنا اللي نخدمها طول العام، الاعتماد على السياح. نكشن نخدموا غير مع السياح. نعمل على تطوير مشاريع محلية تأخذ في الحسبان الخصوصية المحلية. مثل هذه الرحلات الاستكشافية تسهم إسهام مباشر في الترويج والتسويق وترقية السياحة الجزائرية. الاستثمار في القطاع السياحي مورد يساهم في تنمية المنطقة. نحن نستثمر في ولايتنا تيسمسيلت لترقية السياحة بتوفير خدمات نوعية وراقية، ولدينا مشاريع أخرى لطريق تجسيدها حموية وترفيهية لجذب أكبر عدد من السواح للمنطقة وخلق مناصب شغل لشبابنا. وكما نناشد أو ننادي المستثمرين من ولايات أخرى اللي يجوا إن شاء الله يستثمر في هذه الولاية. ولاية تيسمسيلت بصدد تحضير قاعدة استثمار هامة في مجال الاستثمار السياحي من خلال تصنيف مناطق توسع سياحي، بحيث توفر على منطقتي توسع سياحي، واحدة ببلاد تيسمسيلت والأخرى بثنية الحد. تحسين مناخ الاستثمار والترويج الأمثل للوجهة يبقى عاملا أساسا لجعل قطاع السياحة خلاقا للثروة.